كمان بتعمل امراض مناعيه، مثلا الروماتويد، الناس اللي بيجيلها عظمها وجعها، عمودها الفقري فجأة، صداع نصفي، دي كلها حاجات امراض بتيجي نتيجه للكآبه اللي هم عايشين فيها، للانعزال اللي هم عايشين فيه، للقسوه اللي هم عايشين فيها. جسمهم بيعترض، بيتكلم، لان هم كابتين المشاعر دي. في ناس وهي نايمه بتعمل كده، مش قادره تعبر عن مشاعرها وهي صاحيه، فجسمها بيعترض وهي مرحله المراهقه بتبدا من 12 ل 21، في مراهقه مبكره من 8 سنين. احنا عاوزين الولد في المرحله دي يحس ان هو كل حاجه، ان هو محور البيت، ان هو المدلل، ان هو اللي يعني مش مدلل بمعنى الافراط، لا، بمعنى محبوب جدا، محبوب وبيتسمع له وبنتفهم وبنعمل له أنشطة رياضية وبنطلعه سفر معانا، مش احنا بنسافر وبنسيبه هو مع الناني، أنشطة كتيرة، هو منخرط معايا، أنا بسمعه وبدخل من مدخل محبوباته. بيحب الكرة أدخله من الكرة، بيحب السباحة أدخله من السباحة، بيحب سويمنج ندخله اللي هو بيحبه ندخله منه. والبنت طبعا بتبقى سنسيتيف اكتر وجميلة اكتر. انا بحب البنات جدا جدا الحقيقة، حنونين اكتر، ولما بتزرع بجد الزرعة في البنت حنية وطبطبة ورحمة، بتلاقي يعني حاجة مفتقدها مش هتلاقيها عند حد غيرها، هتلاقي حب وحنية غير مشروطين، لان البنات سنسيتيف اكتر، بيعبروا اكتر غير الاولاد ما بيعبروش قوي، غير لو انت بجد انتبهت واهتميت ان انت تعلمهم يعبروا عن مشاعرهم.